أن المهاجرين كثر في مدينة سبها وبمئات الآلاف، ومن الصعب بمكان أن نحصروهم، فركزنا على العمالة النشطة، هي العمالة أصحاب المهن وأصحاب المحلات اللي يمتهنون مهن تتعلق بمعيشة المواطن، مثلا العمالة بالمخابز، بالقصابين، محلات الخضر. طبعا يأتي العملية كالآتي: بدأنا بحيين، الحي الأول هو حي المنشية وحي القرضة. يأتي الوافد يعمل تحاليل الطبية، وفيه نموذج يعبى، تأخذ معلومات كاملة عن الوافد، ونهاية التحاليل يخرج بعد خروج التحاليل الطبية يعطى كرت صحي وكرت الحصر. كرت الحصر طبعا هذا كرت إلكتروني يفيد بأن الوافد مر على، وهذا هو الكرت الإلكتروني ممغنط صعب حتى تزويره، يفيد أن الوافد عمل التحاليل الطبية وعمل كرت الحصر. مبدئيا إلى الآن لم نصل إلى تقريبا 20% من الحصر، 20% في مدينة سبها من العمالة الوافدة النشطة. في الحقيقة ممكن هذا خبر حصري لوكالتكم، لقناتكم، أن الآن ظهرت مؤشرات حقيقة خطيرة، سواء هذه المؤشرات تتمثل في ظهور بعض الأمراض اللي قد تصل إلى حد الأوبئة إذا لم تتحرك الدولة والمتمثلة ببلدية سبها لمنع هؤلاء أو القبض عليهم. هذه الآفات اللي هي الوباء الكبدي، ظهور الوباء الكبدي عند الخضارين وأصحاب في المخابز والقصابين. العدد الحالات طبعا احنا الآن وصل العدد 300 عامل تم حصرهم في الفترة هذه البسيطة. العدد المصابين وصل 50 أو قرابة 55 إلى 60 بحالات تتفاوت بين الوباء الكبدي والإيدز، وأيضا بعض الأمراض التناسلية الأخرى زي الزهري. بالنسبة طبعا لجنتنا هذه لجنة فنية، دورنا هو تشخيص الحالة وليس القبض أو الترحيل. صحيح قمنا في الأيام الماضية بعملية ترحيل إلى دولة النيجر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وقمنا بترحيل، ولكن هذا الترحيل هو ترحيل طوعي ليس إجباري بمجهودات اللجنة. طبعا قمنا باتصالات مع المنظمة الدولية، والحمد لله وفقنا الله أن تحصلنا منهم على وعود، وقمنا بأول طائرة غادرت من مطار تمن هند بحوالي 185 مهاجر إلى دولة النيجر. ستستمر الرحلات الطوعية بعد العيد إن شاء الله.